خدعوك فقالوا إن أحسن مصدر للكالسيوم هي المكملات الغذائية اللي بنشتريها بره من الصيدليات. الحقيقة إن كل مكملات الكالسيوم اللي موجودة في الصيدليات اللي موجودة في مصر تركيزاتها بتبقى قليلة جدا، وعشان أقدر أوصل لاحتياجي اليومي من الكالسيوم من المكملات الغذائية ده هيعمل لي مشاكل كبيرة جدا، ممكن يعمل مشاكل في القلب، ممكن يعمل مشاكل في الكلى، وكمان مش هيقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام. أحسن مصدر للكالسيوم هو الأكل. إيه هي المصادر الغنية بالكالسيوم؟ طبعا رقم 1 منتجات الألبان، تاني حاجة البقوليات، عندنا السردين، عندنا البذور واشهرها طبعا السمسم. فدايما خلي دايما تركيزك ان المصدر الاساسي للكالسيوم بالذات الاطفال الصغيره يبقى جاي من الاكل مش من المكملات الغذائيه، وما نلجاش ابدا للمكملات الغذائيه الا باشراف طبيب وبيكون في حالات خاصه جدا. وسؤال حلقه النهارده، قولوا لي على مصدرين للكالسيوم من المصادر الطبيعيه اللي انا ذكرتها في اول الفيديو.